مساء الخير أصدقائنا أصدقاء محامي الشارع. عزيزتي المطلقة، أنا مش جاي أعايرك وأفكرك بالواقع الأليم اللي أنت عايشة فيه، جاي أنورك وأكلمك حبة عن قرار التمكين. بص يا ستي، أولا علشان تتمكني من الشقة لازم تكوني حاضرة، ده بالإضافة إن الشقة لازم تكون ملك للزوج. تاني حاجة، حضرتك ما ينفعش تكوني رفعتي أجر مسكن وبعد كده تعملي قرار تمكين، بس هنا العكس ممكن يكون صحيح. بعمل قرار التمكين ازاي؟ وفقا لاخر تعديل بتوجه للنيابه العامه في المحكمه التابعه لمسكن الزوجيه، بقدم طلب الى النيابه مرفق بالطلب ده قسيمه الجواز او قسيمه الطلاق ايا كانت، بالاضافه الى صور شهادات ميلاد الصغار وايصال ميه وايصال كهرباء او ايصال غاز. وفي النهايه يا ستي عايز اقول لك حاجه مهمه جدا، اوعي تاخدي الموضوع عند، لان دايما العند هيولد الكفر. حاولي تربي عيالك علشان يكونوا اباء صالحين وامهات صالحين في المجتمع. الناس لما تشوف الاولاد تدعي لهم ما يشتموش حضرتك انت وجوزك وهم قاعدين في البيت. السلام عليكم، ليلتك بتضحك. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.